السلام عليكم وليد برج الاسد، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات. برج الاسد، النهارده ان شاء الله هنعمل القراءه ليك للاسبوع الثالث من شهر سبتمبر عام 2023. هنتكلم عن الطاقه العامه وهتخص مال، صحه، عمل، اسره. بعد كده بترك القراءه العاطفيه وتخص عزاب مرتبطين منفصلين كراش. قبل ما نبدا بتمنى منك لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شيركتي لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب الموجود في صندوق الوصف تحت الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. بالنسبه للقراءات المجانيه اكتبوا كومنت كتير قد ما تقدروا. انا اتمنى لايك والشير والفيديو اللي بيجيب اعلى مشاهده هو ده البرسم معانا على قراءه مجانيه، وان شاء الله تكون او تكوني سعداء على حسب فوزوا معانا بالقراءه. وتعالى نسمي بالله ونبدا نوزع كروت. بسم الله. اول حاجه نوزع الطاقه العامه، تذكرتك تنزل بسلاسه. بص، انا عايزه احذرك من حاجه. خلي بالك من اللي حواليك يا اصحاب برج الاسد. ركز في اللي حواليك. شايفه اللي حواليك هو اللي مدخلينك في طاقه وحشه جدا، فخلي بالكوا جدا جدا من اللي حواليك. طب بص، نقول بسم الله. اول كارت جالك هنا اعمال واسحار، فبرج الاسد تقريبا انت يعني دخلت في عمل، اعوذ بالله، في عمل معمول لاصحاب برج الاسد. مخليك متضايق، مخنوق، تعبان طول الوقت. بتروح لاطباء كتيره يقول لك انت ما عندكش حاجه زي الفل، بس انت تعبان. انت بيجيلك خنقه كده، ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل لك، فمش عارف تفوق لنفسك. العمل اللي معمول لك بالمرض، يعني ربنا يزيل مؤذي. معمول لك كان بوجع القلب، مش بوجع القلب ان انت تبقى مريض، لا خالص، ممكن ناخدها بشكل تاني خالص. وجع القلب يا جماعه ان انت اي علاقه تخش فيها ما تكملش للنهايه، ده بيوجع القلب. تمام. يا اما ده معمول لك بمرض في القلب لا قدر الله، يعني اعوذ بالله. فيعني حاول تشوف برضو حد يفك لك موضوع العمل ده علشان تفوق لنفسك. اول حاجه هنتكلم عن العمل والاموال لاصحاب برج الاسد. البعض منكم العمل ماشي بشكل روتيني جدا، يعني مفيش شيء جديد، وشايفاك ان انت حاسس بضبابيه، حاسس ان مفيش حاجه جديده. شايفاك ان انت بتلف في حلقه مغلقه، مخنوق جدا من وضعك العملي، محتاج للتجديد، ولكن انت مقيد. مش قادر تعمل شيء جديد، او عايز تعمل شيء يا برج الاسد، ولكن مش قادر او مش عارف بسبب ان راس الاموال مثلا. عايز تفتح مشروع مش قادر تفتح بسبب راس الاموال. عايز تجيب عربيه، عايز تجيب اي حاجه تشتغل عليها، بنص الاموال برضو عامل لك مشكله. عايز احذرك برضو مش مشكله. خلينا نتطرق للاموال ونشوف تقول لنا ايه. على الصعيد المادي في تراجع للاسف، وانت بتصرف كتير ومعطاء جدا لكل اللي حواليك، وده عامل ازمه كبيره جدا عندك يا برج الاسد. انت محتاج بس ان انت يعني ايه، تقلل مصاريفك على قد ما تقدر. على الصعيد المادي شايف ان في تراجع مادي للاسف، وانت بتصرف كتير ومعطاء لكل اللي حواليك، ده عامل ازمه كبيره عندك. محتاج ان انت تقلل مصاريفك على قد ما تقدر. بلاش تلتزم باي حاجه الفتره اللي جايه، يعني بلاش اي شيء يعني في دفع مستمر. يعني مثلا هتجيب حاجه وتدفع لها قسط، هتخش جمعيه، حاجه زي كده. بلاش تلتزم بحاجه زي كده عشان مش تقدر تلتزم فيها. اول اسبوعين ماديا مش احسن حاجه، ولكن النص الاولاني من شهر سبتمبر هيكون افضل بكتير، وفي تحسينات كبيره وفرحه لبرج الاسد. اما على الصعيد انا شايفه ان صحتك زي الفل، ده كله هتحسي بيه، يعني هتعاني من صداع مستمر وهكذا. عايزه احذرك كمان من العصبيه، وان انت تشيل في نفسك، لان ده هيعرضك لارتفاع ضغط الدم يا اصحاب برج الاسد بشكل كبير جدا. احذر من اعراض البرد، يا اما جالك برد يا اما هيجيلك، يعني ممكن يكون جالك او في الطريق، ربنا يعافيك منه. عايزه اقول لك كمان يا برج الاسد، لو انت مريض اساسا، انا شايفه ان الحاله هتبقى مستقره جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، وتتعافى. على الصعيد الدراسي محتاج ان انت تهتم بدراستك اكتر يا برج الاسد، لان انت داخل على منحدر خطر. يعني بص هنا، يعني في انذار خطر بيقول لك في الدراسه، خلي بالك من دراستك، خلي بالك، يعني ركز برضو عندك تراكمات خلصها، مش فاهم حاجه اجري على اي مدرس. يعني احنا
مع الدراسه، احنا لسه هندخل. يعني خلي بالك بقى، عشان ايه احنا ممكن الكونسيبت بتاع ده يكون في الدراسه برضه. بالنسبه للاسره شايفاك ان انت قلقان يعني على اللي منك جدا، حتى لو هم كويسين ولكن انت قلقان عليهم. ولكن مش مبالغ قلقك. يعني الناس اللي قدامك او اسرتك شايفاك ان انت يعني قاسي القلب شويه او مش حاسس بيهم، بس الحقيقه انت قلقان عليهم جدا على فكره، وبتحبهم قوي قوي و... ولكن انت مش ظاهر ده. لو جالك فرصه سفر هتفكر فيها 1000 مرة قبل ما تسافر، علشان خاطر اللي منك ما تسيبهمش، عشان خاطر أسرتك. انت مش عايز تسيبهم وتمشي، بس السفر هيكون باب رزق حلو ليك جدا يا برج الأسد، وهتقدر تساعدهم من خلاله. لو عندك قضية قانونية فيها انتصار ليك إن شاء الله بإذن الله، شايفاك إن أنت هتحضر الاحتفال إن شاء الله بإذن الله ليك أو لغيرك. في شيء أنت بتعمله مخبيه عن كل الناس، الشيء ده يعني ممكن ينكشف، فخلي بالك كويس جدا، اعمل جميع احتياطاتك إن الشيء ده لا ينكشف يا أصحاب برج الأسد. برج الاسد، حط الكلام الناس تحت رجلك، اوعى تمشي بكلام حد خالص، اوعى تقول انا هعمل كذا عشان ما يقولوش عليا كذا. اعمل اللي انت عايزه واللي انت شايفه مناسب وبس، لان اي شخص يوم ما بيقع ما بيلاقيش حد يقف جنبه. فاللي انت عايز اعمله، ما تبصش للناس وكلام الناس، تقعد تبقى الشخص الجانب من كلام الناس طول الوقت، تسيب اللي يتكلم يتكلم واللي يحكي يحكي واللي يعمل يعمل. مهما عملت مش هتعجب حد، يعني انت مهما تعمل مش هيعجب الناس اساسا، عملت حلو ووحش مش هيعجب، فاعمل اللي يرضي نفسك. تعال نشوف كده اخبار العزاب ايه من اصحاب برج الاسد. ناخد طاقة العزاب والمتزوجين. اول صف للعزاب، تاني صف للمخطوبين والمرتبطين المكتوب كتابهم. بسم الله. عزاب، تاني صف للمتزوجين من اصحاب برج الاسد او المرتبطين مخطوبين مكتوب كتابهم كده. متزوجين رافعين السيف على بعض ليه؟ متزوجين ليه؟ رافعين سيفكوا جامد قوي كده ليه كده يا متزوجين؟ طيب زي ما قلت لكم اول صف هنا لعزاب اصحاب برج الاسد. ده العزاب شايلين الهم، يعني شايلين الهم بطريقه صعبه جدا. انت الفتره دي شايفاك لوحدك، يعني مفيش شخص في حياتك، ولكن في شخص داخل حياتك من الابراج المائيه، حوت او سرطان او عقرب. الشخص ده لطيف جدا، هيكون في حاجات لطيفه ما بينكم، ولكن يعني لسه مش شايفه ترتيب في العلاقه. البعض الاخر من اصحاب برج الاسد انا شايفه ان في شخص جاي لك للترسيم على طول، بس الشخص ده جاي لك ان هو معرفه من حد، جواز صالونات زي ما بيقولوا، يعني جواز تقليدي، بس الشخص ده مش هيعجبك، ما اعتقدش انت هتوافق عليه، مع ان ماديا كويس، بس انت ولا هيعجبك اسلوبه ولا طريقته ولا اي حاجه خالص، فهتقول لهم لا. انت كان في علاقه عاطفيه في حياتك على فكره مأزماك جدا وخانقاك ومش عارف تخرج من الطاقه الوحشه، شايل الهم طول الوقت، شايل هم على طول، شايل هموم في قلبك. بس انا شايفه ان انت في نفس الوقت انت مش عايز ترجع للشخص ده ورافع سيفك عليه، انت مش عايز ترجع، انت عملت حاجات كتير قوي حلوه مع الشخص ده وندمان عليها جدا يا اصحاب برج الاسد. انت هتخرج من الطاقه دي قريب قوي قوي ان شاء الله باذن الله، لان انت مش هترجع للشخص ده. في نفس الوقت انت قلبك مقفول تجاه اي علاقه عاطفيه حاليا، ولكن هتخرج بره الطاقه دي ان شاء الله باذن الله. اما طاقه المتزوجين من اصحاب برج الاسد، اصحاب برج الاسد انا شايفه ان في حاجه خارجيه هي اللي عامله ازمه، والقراءه هنا منقسمه لقسمين. البعض من اصحاب برج الاسد ممكن يكون في عمل بالتفرقه بينك وبين الزوج او الزوجه، لازم تفك العمل ده عشان حياتك ترجع طبيعيه تاني، ولكن انا شايفه ان العمل ده مبوظ حياتك مع الشخص ده. يعني انت عشان تقدر تعيش حياتك طبيعيه لازم تفك العمل ده، لان حقيقي العمل ده عامل ازمه، عامل مشاكل، عامل نفور، عامل حاجات كتير قوي مش لطيفه عند المتزوجين، عند اصحاب برج الاسد. البعض الاخر شايفه ان شريك حياتك بيراقبك وكانه نفسه يمسك عليه غلطه،
بس مش عارف، انا مش عارفه هو بيعمل ليه كده. بس انا شايفه ان الشخص ده بيحبك جدا وشايفاه بيتعلق بيك قوي قوي، ويعني مدمن عليك وبغير عليك جدا جدا. طيب لو في مشكله بينكم كانت الفتره اللي فاتت يا برج الاسد وانتوا رافعين السيوف على بعض، فانا شايفه ان المشكله دي هتتحل وخلاص. الدنيا هتكون معاكم كويسه قوي الفتره اللي جايه. يعني في مصالحات لو في مشكله بينك وبين شريك حياتك، بس حاول ان انت تبطل عصبيه يا اصحاب برج الاسد. تمام، هو ده الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها لك، حاول تبطل عصبيه. نشوف طاقه المنفصلين كده عامله ايه. اول حاجه نحط طاقه اصحاب برج الاسد. طاقة الحبيب. انتوا رايحين مصيف ولا ايه؟ شايفين الجو حر فيعني رايحين مصيف؟ خدوني معاكم، خدني معاك يا اسد، خدني معاك، ما تمشيش لوحدك. حبيبي بقول لك انا دماغي وجعاني قوي مش مستحمل، وفي بومه بترغي في دماغي، فانا مش يعني بص خلاص يعني جايب اخري. هنحلل الكروت ونشوف هتقول لنا ايه برج الاسد. بسم الله. بص انا شايف ان انت منطلق ما شاء الله، الطاقه بتاعتك كده فيها تحرر، فيها نفسيه اتحسنت، فيها وضع كويس، طاقتك بقت حلوه، في احساس حلو انت حاسس بيه الفتره دي. طيب انا شايفه يا برج الاسد هنا يعني بيقول لي انا حاسس ان انا اتحررت. انا بقى عندي لا مبالاه، يعني الحبيب سابك ومشي، مع السلامه. قاعد اهلا وسهلا يا فندم. فانت عندك حته كده غريبه، حته لا مبالاه اثناء العلاقه. من الواضح ان برج الاسد دلعت الحبيب قوي قوي يا اسد، خليته يتكبر عليك. تمسكك بالشخص ده يا برج الاسد هو اللي خلاه يعمل كده، ان انت طول الوقت كنت متمسك بيه، يزعل منك تروح تتكلم وتصالح ومش عارفه ايه. ده عمل ازمه، ده عمل مشكله. الشخص ده ما احترمش برج الاسد، طريقه تعامله معاك كان فيها وحشيه، كان فيها يعني اهانه. الشخص ده كان بيهين اصحاب برج الاسد بس انت ما كنتش بتسكت له. الشخص ده كان بيلعب بيك وهو مش خد العلاقه بشكل جد، لا هو بيمشي ويرجع، وانت اللي تروح تتمسك وتصالح وتطبطب وتهنن ومعلش ومعلشيش ومش عارفه ايه. فانت كنت متمسك بيه عشان بتحبه، وده اللي انت ندمت عليه دلوقتي. انت ندمان على تمسكك بالشخص ده، ولكن انا شايفه ان برج الاسد دلوقتي رافع سيفه. شايفه ان برغم الحب اللي يعني في بعض الحب جواك للشخص ده، بس انت في نفس الوقت ما بقاش فارق معاك الحبيب، بدات تحب نفسك وحطيت عوضك على ربنا. قلت بقى انا هسيبها لله وعوضي على ربنا. برج الاسد انت نفسيا شايفاك ان انت بقيت كويس قوي، طاقتك كده جميله. خرجت من طاقه يعني كانت صعبه شويتين ورحت لطاقه حلوه جدا. بص يا اسد انا شايفاك ان انت الحبيب مش فارق معاك، انت رافع سيفك على الشخص ده، والشخص ده مبقاش فارق معاك اساسا. بدات تحب نفسك ويعني حتى عوضك على ربنا، سيبها على ربنا. انت ندمان على فكره على معرفتك بالشخص ده، ندمان ان انت كنت بتساعد الشخص ده ووقفت جنبه وسندته ودعمته، ندمان على كل ده. فانا شايفه هنا ان برضه اقول لكم على حاجه. بص يا اسد انتوا عارفين يعني قراءاتي السابقه وانا اللي بشوفه بقوله، مش يعني معنى كلامي ان برج الاسد ملاك، لا، برج الاسد كان عنده بعض الاخطاء في العلاقه، عنده بعض الاخطاء. يعني كنت تتعصب كتير على الشخص ده، وده كان رد فعل طبيعي جدا على افعال الشخص ده ليك يا برج الاسد، بس انت كنت تتعصب عليه تديله كلمتين دبش كده فيعني في وشه، فيعني انت كنت تتعصب عليه قوي الشخص ده. انا شايفه ان في طرف تالت عند اما عند برج الاسد يا اما عند الحبيب. الغريبه ان انا شايفه ان هيكون في سعاده مع الطرف التالت ده جدا. ده تعالى كده نشوف طاقه الحبيب هتقول لنا ايه. بسم الله. تليفون برن وكل ما اعمله سايلنت مش عارف ايه اللي بيحصل.
على فكره برج الاسد انت تقريبا كنت بتدي للشخص ده اموال. دي طاقه انت هنا عشان شايفاك ندمان على امواله، فهو شايفك هنا ان انت كريم يعني عارف ان انت كريم ماديا، انت ممكن تكون بتساعده ماديا وهكذا. هو عارف حاجه زي كده ان انت كنت بتساعده، كنت بتسانده. قصدي ان هو مقتنع، مش بينكر حاجه زي كده ان انت ساعدته في يوم من الايام. يعني الحبيب عملي جدا وناجح في مجال عمله، ولكن عاطفيا الامور متازمه جدا معاه. انا شايفه ان الحبيب على قد ما الشخص ده عملي، على الشخص ده ما عنده ازمه ماديه طول الوقت، عنده مشاكل ماديه طول الوقت، وكان بيحكي لك عنها يا برج الاسد. عشان كده انت كنت بتساعد الشخص ده ماديا كتير قوي، بوقع في ازمات كنت بتساعده. فهو عنده مشكله ماديه طول الوقت الشخص ده، ولكن انا شايفه ان هو عنده بدايات جديده في حياته. الشخص ده نرجسي، و شوف انت مش بتغير، هو حاسس ان انت عايز تفرض رايك عليه، عايز تمشيه زي ما انت عايز، فهو شايف كده. انا بقولش انا شايفه ايه، انا بقول هو شايف كده. اللي اقصده ان انا بقول الحبيب شايفك ازاي. تمام، هو شايفك ان انت كده عايز تفرض سيطرتك، عايز تمشيه على كلامه وهكذا. مشكلة الحبيب ان دايما عنده يعني ضبابية كده، عنده سوء نية تجاهك برج الاسد. بنسبة كبيرة الشخص ده واخد برج الاسد ومشي وساكت وغامض ومش مفهوم. الشخص ده شايفاه ان هو يعني رافع سيفه على اصحاب برج الاسد، وبيقول انا مش عايز العلاقة دي اصلا، وبيقول انا العلاقة دي مش هماني ومش ندمان عليها اصلا. يعني العلاقة دي مش فارقة له اساسا. بص يا اسد، انا شايفه ان حبيبك زعلان منك قوي. يعني في موقف حصل هو زعلان منك جدا، لان هو شايف يا برج الاسد ان انت السبب في كل وصلته في ليه. يعني كل ازمه انا عايزه اقول لك ان الشخص ده تخطى العلاقه، تخطى كل حاجه. يعني عارف العلاقه دي ما بقتش فارقه خالص. فانا شايفه ان العلاقه دي شايفه ان ما فيهاش رجوع. في برج الاسد بكده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تكون منطبقه عليكم، وبتمنى منك لايك للفيديو واشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك، وشكرا كتير على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.